مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارفة ان دلوقتي بالنهار، بس احنا دلوقتي الساعة 5، خلاص المغرب قرب يأذن. وفي الوقت دوت انا بعمل بعد المغرب مباشرة انا بعمل السكين كير المسائي بتاعي. فيلا بينا اوريكم السكين كير وبستخدم ايه في الروتين بتاعي المسائي من براندات اللي هو صيدليات العقبي، او براند واحد اللي هو صيدليات العقبي. تعالي نشوف الروتين المسائي بتاعي. بس قبل دوت هوريكم انا هلبس ايه، وهحضر الاول الغدا ونتغدى ونشرب حاجة، وبعد كده نعمل روتين المسائي بتاعنا اللي هو بعد صلاة المغرب. يلا بينا، يلا. ده السويت شيرت اللي انا هلبسه، الاوتفيت اللي انا هلبسه سويت شيرت وعليه طرحه لون السويت شيرت وبنطلون اسود عليه. هو ده الاوتفيت اللي انا هلبسه. طبعا انا هلبس حاجه كده النهارده، هيكون طالما هعمل سكين كير يبقى يوم بهدله بهدله حرفيا بمعنى الكلمه. فطبعا انا لبست سويت شيرت دوت عشان لو اتبهدل عادي جدا يعني. حاجه كده بلبسها يعني في البيت مش اكتر، يعني سويت شيرت كده بلبسه في البيت بس. فهلبسه برضو في اليوم دوت. ودلوقتي هروح احضر الغدا واقول لكم بعد كده انا حضرت غدا ايه ونتغدى، وبعد كده نبتدي بقى يومنا. يلا بينا. ده كده النهارده الغدا بتاعي محشي. عاملين بقى محشي بتنجان وفلفل وكوسه. ما بحبش الكوسه قوي فحطيت واحده بس كوسه، وحطيت بتنجان وفلفل. بحب البتنجان والفلفل قوي. بس هو ده غدانا النهارده. طبعا المشروب بحب ان انا اشرب اي حاجه بس بعد الاكل، مش قبليها او معاها. فبعد الاكل كده بحب اشرب اي درينك، يعني حاجه سخنه او ساقعه، مش شرط معايا يعني. بس كده. طبعا انا رجعت لكم بعد اخر فلوج انا نزلته للعيد للسكين كير او استعدادات العيد. وعدتكم ساعتها في الفلوج دوت ان انا هنزل لكم سكين كير ليا المسائي. بس الحاجات اولا فلوج لي الحاجات الطبيعيه، وفلوج تاني للحاجات او المنتجات اللي بتجيلي اللي هو السكين كير اللي بتجيلي اللي هو براند. النهارده نبتدي الفلوج بتاعنا. مش عارفه ليه انا مش لابسه ساعه. لا انا لازم البس ساعه، نسيت ان انا البس ساعه، لازم البس ساعه. لبست الساعه بتاعتي، ما اعرفش ما برتاحش غير لما البس اكسسوارز، حاجات كده اكسسوارز يعني. بس هقلعها ديت كده كده، هقلعها دلوقتي عشان نعمل السكين كير. بس خلينا النهارده ان احنا نبتدي الفلوج بتاعنا بالحاجات البراندات اللي هي بتجيلي، تمام، اللي هي بتاعت سكين كير. بس هنبتدي النهارده بالسكين كير المسائي. طبعا انا عملت معاكم قبل كده في فلوج، ترجعوا له الفلوج اللي هو سكين كير الصباحي. النهارده نبتدي الفلوج بتاعنا بسكين كير المسائي. بس قبل ما نبتدي الفلوج ما تنسوش ان انتوا تتابعوني على كل الاكونتات بتاعتي، الفيسبوك والانستجرام والتيك توك والسناب شات. ما تنسوش ان انتوا تفعلوا الجرس وتتابعوني وتسيبوا كومنت لطيف زيكم. يلا بينا نبتدي الفلوج. ليتس جو. اول حاجه هنبتدي بيها اللي هو اللوشن ده. اللوشن دوت بتاع الحبوب، اللي هو بيخفي الحبوب. لو حد عنده حبوب فوق الجلد بيخفيها. وفي فلوج تاني انا عملته في ماسك باودر، ده بتاع الروتين الصباحي، ماي سكين كير، ماي مورنينج سكين كير الصباحي. ده عبارة عن ماسك باودر بيتحط لو حد عنده حبوب تحت الجلد. ده بقى اول ما الحبوب بتطلع ده بيخفي الحبوب تماما، ولازم يستخدم بالليل يعني بعد المغرب، ومرتين. مرة مثلا نستخدمه مثلا من الساعة 7 للساعة 8. هو المفروض يتحط على الوش ساعة، على البشرة ساعة. من مثلا من الساعة 7 للساعة 8، وبعد كده بنغسله وبنرطب. وبعد كده ممكن نستخدمه تاني الساعة مثلا 10 أو 11، مثلا من 11 ل 12
ساعه مثلا، وبعد كده بنغسل عادي بميه عاديه من غير اي حاجه، من غير غسول ولا اي حاجه، بميه عاديه، وبعد كده بنرطب. تعالوا بقى نقول لكم ازاي. دلوقتي احنا هنجيب الطبق ده بتاعنا، تمام، وهنحط شويه منه. طبعا انا بستخدم الاطباق ديت للماسكات بتاعتي، ان انا ما ينفعش ان انا استخدم ماسكات الاطباق بتاعه الاكل للماسكات اللي انا بستخدمها طبعا على البشره والحاجات دي كلها. تاني حاجه هنجيب واحده وقعت عادي تسرع اللي هو القطن بتاع الودان، نجيب واحده منها، مش عارفه هي راحت فين بس anyway. وبعد كده بنجيبها كده، يعني بنغرقها في اللوشن نفسه. خليني انا اشوف في المرايه علشان انا ما بشوفش في كاميرا الموبايل. نعمل ايه زي تنقيط كده يعني على الحبايه نفسها، اي حاجه اي مكان فيه حبايه احنا بننقط عليه. انا بصراحه يعني هو ده الصح، يعني هو ده اللي قالولي عليه، هو ده الصح وده اللي قالولي عليه. بس انا بصراحه انا بعمل ايه بقى، انا بعمل كده، بمشيها كلها على الوش بصراحه يعني لسه هنقعد ننقط؟ احنا نختصر على طول الدنيا بتاعتنا ونعمل كده. انا نسيت ان انا اقول لكم على اهم حاجه، سوري. احنا في الاول قبل ما بنعمل ده ان احنا بنغسل وشنا، علشان انا غسلت وشي الاول، انا مش حاطه ميك اب عشان كنت حاطه ميك اب، فانا عينت الميك اب وغسلت وشي، فعشان كده نسيت. ده الغسول ده انا بستخدم الغسول ده يعني بعد ما بعين الميك اب خالص بغسل وشي بالغسول دوت. ده غسول دوت للبشره، طبعا البشره عندي الدهنيه او مختلطه. وبعد كده بعمل بقى السكين كير. فانا لازم الواحده الاول قبل السكين كير لازم ان هي تغسل وشها كويس جدا بغسول مناسب للبشره، وبعد كده تعمل السكين كير، عشان انا غسلت وشي فانا نسيت ان انا اقول لكم المعلومه القيمه ديت. خليني ان انا اوزع الاول اللوشن على البشره وارجع لكم تاني. انا عاوزه اقول لكم اللوشن دوت بيتكون من ايه. انا احلى حاجه من صيدليات العقبي ان هما بيستخدموا حاجات طبيعيه وبيكونوها على بعض وبيعملوا المنتجات الحلوه ديت. بصوا هنا ابتدت بشرتي كده تحمر من اللوشن. فاللوشن طبعا انا خلاص وزعت اللوشن وهستنى ساعه عقبال ما البشره تشربه خالص وبعد كده هغسله. فخليني بقى ان انا اقول لكم في خلال الفتره ديت اقول لكم بقى اللوشن دوت بيستخدم في ايه او محتواه ايه. يحتوي على فيتامين ج وفيتامين ب 3 وزيت شجرة الشاي وحمص الستريك وحمص اللاكتيك. طبعا انا مش فاهمه ايه الحمص دوت، بس هو اكيد اعشاب طبيعيه يعني موجوده في الطبيعه. طبعا انا عاوزه اقول لكم ان في ناس كتير قوي بتهاجمني على المنتجات اللي انا بعرضها ديت والحاجات ديت. انا ما بعرضش اي حاجه او ما بقولش اي حاجه غير عن تجربه. تجربه يعني انا استخدمتها، سواء حاجات منتجات طبيعيه انا بعملها في البيت انا جربتها ولقيت ان انا كويسه معايا فبعمل لكم بيها فلوج، او بجيب حاجات من بره وانا بستخدمها. يعني انا خلاص انا خلصته تقريبا، بصوا انا تقريبا خلصته، انا واصله اهو لحد هنا كل ده انا خلصته. فلما بستخدمه وبلاقيه ان هو كويس انا اوتوماتيك ان انا بطلع اقول لكم عليه. في ناس بقى بتبقى شركات منافسه للحاجات ديت فبتطلع طبعا تهاجم وتقول كومنتات سلبيه وده منتجات مش كويسه وانا عندي الافضل وانا مش عارف ايه. دي بتبقى شركات منافسه كلها ان هم ايه يعني عاوزين يضربوا اي منتج تاني علشان المنتج بتاعهم هو يفرقع، بس مش اكتر من كده. انا كذا مره اقول لو في حد عنده يعني حاجه تانية كويسة يطلع يقول يا جماعة أنا عندي الأفضل، عندي كذا وكذا 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 وكذا، بدل ما يقول كومنت سلبي والكلام ده كله بس من أكاونتات فيك، مش أكتر ولا أقل. أنا بجد المنتج دوت أنا عن طريق تجربة شخصية بجد المنتجات دي فعلا تحفة تحفة تحفة. لو ما كانتش حلوة ما كنتش أنا طلعت وقلت لكم عليه. وعلى فكرة أنا الحاجات ديت أنا شاريها على حسابي، أنا شارية الحاجات دي على حسابي، مش جايالي مثلا حاجات براند والكلام ده كله، لا. في حاجات انا شاريها على حسابي وفي حاجات طبعا جايالي هديه وفي حاجات انا واخده فيها خصم بنسبه معينه بس كده.
فعلى حسب، لكن الحاجه ديت انا جايباها الاول على حسابي، فانا مش ممكن انا اكون جايبه الحاجه على حسابي ويطلع اقول لكم ان الحاجه ديت حلوه والكلام ده كله، الا لو فعلا طلعت ان هي كويسه. بعد ما مر ساعه على اللوشن فغسلت وشي ونشفته كويس جدا. خلينا نستخدم تاني برودكت معانا اللي هو ده الكريم، ده كريم برضو ليلي، بيستخدم بعد طبعا المغرب لحد الفجر، برضو بيتحط على البشرة لمدة نص ساعة بس. ده كريم تفتيح للبشرة، فبيتوزع الأول على البشرة كويس جدا وبيوحد لون البشرة وبيفتحها. تعال بقى ايه نوزع كده مع بعض واقول لكم بعد كده الكريم دوت بخلاصة ايه الاعشاب اللي هو بيستخدم منها ايه بالظبط. بس فعلا كريم فعلا حلو جدا وبيوحد لون البشرة. طبعا انا بحطه كده على بشرتي، بوزعه على بشرتي وعلى رقبتي، يعني مش بشرتي بس، عشان أنا طبعا بقى اغلبية الوقت ببقى بعمل الطرحة اسبانيش، نادرا لما بلفها كده حوالين رقبتي، فانا بعمل على طول الطرحة اسبانيش، فالمكان رقبتي مركزة في الكريم فرقبتي معرضة دايما للشمس وللحرارة، بس فبتسمر، عشان كده بحط الكريم دوت على رقبتي كمان. ثواني هوزعه وارجع لكم تاني. انا عاوزة اقول لكم مبدئيا كده الكريم ده يحتوي على ايه، اللي هو الكريم الليلي اللي هو تفتيح البشرة، خلاصة العرقسوس وحمص الكوجيك تقريبا، وفيتامين 1 وفيتامين ب3. طبعا برضو الحاجات دي كلها حاجات طبيعية هما بيستخدموها للكريمات ديت، بس خلاصات كده طبيعية وجميلة جدا. يلا بقى خلينا نشوف بقى ايه بعد نص ساعة كده. اغسل وشي ونرطب وبعد كده اقول لكم هنستخدم ايه كمان. كده انا غسلت خلاص الكريم اللي كان على بشرتي اللي هو كريم التفتيح، غسلته ثم ميه، بهدلت نفسي خالص بالميه كده. خلينا نستخدم تالت لوشن معانا. تالت لوشن معانا دلوقتي، اللوشن ده برضو للتفتيح، تمام، تفتيح البشرة، بس بيبقى يعني مش لطيف لو الحد استخدمه وفي حبوب في بشرته، لازم يعالج الحبوب تماما وبعد كده يستخدم اللوشن ده. لكن الكريم اللي انا استخدمته قبل اللوشن دوت اللي هو التفتيح ممكن يستخدم عادي، حتى لو حد عنده حبوب على بشرته ممكن يستخدم عادي جدا، وهو كريم بيوحد لون البشرة، وده برضو بيوحد لون البشره. برضو خليني ان انا استخدمه. انا طبعا الثلاث حاجات دول انا ما بستخدمهمش في يوم واحد، ان عشان المواد برضو كيميائيه والحاجات دي كلها، فبستخدم كل حاجه في يوم، يعني ده يوم لوحده، كريم يوم لوحده، الكلام ده كله حتى لو يوميا يعني، بس ايه خليها ايه كل حاجه في يوم. لكن التلاتة كده صعب، بس عشان انا بستخدم بس التلاتة معاكم علشان خاطر الفيديو، وقت الفيديو. بص انا حطيت كده اللوشن في الطبق، تمام. هنعمل ايه بقى، هنجيب برضو القطنة بتاعتنا ونوزع اللوشن على البشرة كلها. الطرحة اتغيرت خالص، يعني انا بعمل سكين كير دايما الطرحة بتتبهدل معايا وهدومي بتتبهدل معايا، بس انا هظبطها دلوقتي وهنعمل مع بعض برضو ميك اب كده خفيف لذيذ مع بعض في الاخر. بس اعتقد ان دلوقتي يعني ايه الحاجات دي مش محتاجة اساسا ميك اب، يعني ما شاء الله ما شاء الله. بصوا بشرة مش محتاجة لميك اب اساسا، يعني ممكن حاجات خفيفة، بس احنا هنحط حاجات خفيفة خالص عشان بس يظهر ملامح البشرة مش اكتر. انا ما بحبش ان انا احط ميك اب اساسا كتير، اللي يعرفني عارف ان انا ما بحبش احط ميك اب اوفر قوي، يعني احب احط ميك اب كده لذيذ. وهعدل طبعا الطرحه ديت وهظبط طبعا الدنيا. هنشوف النتيجه بقى ايه النهائيه ان شاء الله. ده بيحتوي على ايه؟ لوشن لتجديد البشره، يعمل على تفتيح وتوحيد لون بشرتك بشكل طبيعي. يحتوي على فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ه، يعني فيتامينز مع بعض، مكونين فيتامينز، مجموعة فيتامينز مع بعض
وحاطينه في اللوشن الجميل دوت الخطير ده، فبيوحد لون البشرة بشكل طبيعي، يعني مش بيفتح البشرة بيخليكي مثلا حاجة تانية لون بشرة غير بشرتك، زي في حاجات كتير قوي مواد تانية بتفتح لون البشرة غير لون البشرة الطبيعي. وبعد كده مفيش بيكملش ساعة ولا ساعتين ولا حتى لتاني يوم والبشرة ترجع تاني لونها الطبيعي تاني، ولا بيعمل اي حاجة ولا حتى بيفتح حتى البشرة، بس لكن هو بيفتح البشرة بشكل طبيعي، يعني بشرة طبيعية. خلينا نستخدم اخر كريم معانا وهو برضو كريم ليلي، بيتحط مرتين، كل الحاجات دي بتتحط مرتين، بس في حاجة بتتحط لمدة ساعة وبعد كده نتغسل وبعد كده نرطب، وفي حاجة بتتحط نص ساعة وبعد كده بنغسل وبعد كده بنرطب. نحط بقى الكريم دوت برضو الليلي حوالين العين للهالات السوداء. ده كريم ليلي بيتحط حوالين العين لمدة نص ساعة فقط، بس حوالين العين كده. وده اخر حاجة معانا، بغض النظر عن المنظر ده الباندا ده بس باندا عينيها بيضة، بغض النظر عن دوت. بس خلينا ايه اقول لكم الكريم، انا حاولت ان انا اشوف يعني يحتوي على ايه، الخط صغير خالص خالص، يعني انا مش شايفة بصراحة، حاولت ان انا اشوف هو يحتوي على ايه، مش عارفة بصراحة، هو مكتوب كلمة واحدة بس، هو يحتوي على حاجة واحدة بس انا بجد مش شايفاها خالص، مش الخط صغير حاولت وفشلت بصراحة. فانا هنستنى كده نص ساعة واجي بقى نغسل وشنا كده كله من اللوشن ومن الكريم، بعد كده اقول لكم بعد كده هنعمل ايه مع بعض. كده انا خلاص غسلت وشي وظبطت الطرحة. اتمنى ان يكون الشكل اتظبط شويه. لا ثواني، عاوزه احط النكلس، دقيقه واحده احط النكلس وارجع لكم. برضه بتدي برضو منظر كده يعني. كده انا خلاص حطيت النكلس وظبطت كل حاجه. نحط اخر حاجه بقى ان احنا نرطب بقى وشنا من كل الحاجات دي كلها. نحط بعد كده سيرم للبشره. طبعا ده حمص ايه الهيرولونيك، حمص الهيرولونيك، وفي كولاجين بحري وفيتامينز ه وفيتامينز ج. طبعا الحاجات دي كلها برضو حاجات طبيعيه. طبعا انا بحط اي حاجه على يعني كده السيرم على الوش بيقع على هدومي وما بستفدش بيه، فبحب طبعا ان انا احطه على ايدي anyway، يعني ده حاجه يعني معلومه كده يعني ليا انا بس حبيت ان انا اوضحها. طبعا احنا نوزع على الرقبه كمان، ان انا كنت بحط على رقبتي السيرم، عاوزه احط كمان حبه كمان، ما كفاش اهو. كده نوزع السيرم على البشرة كلها حوالين العين. طبعا كده انا خلصت كل حاجة، بس ثواني هحط السيرم واحط الكريم في التلاجة، ان هما لازم يحتفظوا في التلاجة، هما الاتنين دول اساسيين، لازم ان هما يكونوا في التلاجة باستمرار. بس الحاجات التانية بقى ممكن عادي تكون برا التلاجة، فثواني اروح احطه في التلاجة وارجع لكم تاني. بصوا ما شاء الله بشرتي حتى كمان ملمسها ناعم، بشرتي نقية ما شاء الله. بصوا احنا بس هنحط ايه حاجات كده ميك اب خفيف خالص وعملي، يعني مجرد ان احنا بنظهر بيه، يعني احنا مش محتاجين، يعني لو اي حد عاوز ان هو يخرج، واحده عاوزه عادي تخرج كده من غير ميك اب، ما افتكرش ان هي كده يعني حاجه وحشه، بالعكس كده حلو جدا. وساعات على فكره انا بخرج من غير ميك اب، يعني انا ساعات اخرج خالص من غير اي ميك اب. طبعا انا بحط مرطب قبل الميك اب، بحط مرطب للبشره. بس انا طبعا ما حطيتش المره دي علشان انا حاطه سيرم، يعني السيرم بديل للمرطب، ما هو سيرم برضو فيتامينز وحاجات زي كده، بديل للمرطب للبشره. اهو ده المرطب اللي انا بستخدمه، هو براند برضو بس انا جايباه من الصيدليه. ده المرطب اللي انا بستخدمه للبشره قبل الميك اب. انا بحط الحاجات ديت وهروح فين دلوقتي؟ طبعا مش رايحه في اي حته. انا هقعد شويه على التيك توك، برنامج التيك توك. اللي محدش يعرفه ان انا يعني في بفتح لايفات وكده على التيك توك، فانا هقعد شويه يعني بس، فبظبط يعني نفسي بعد كل اللي انا عملته ده. فتابعوني على كل المنصات بتاعت السوشيال ميديا.
فضلا وليس امرا. بصوا كده انا كده رسمت عيني تقريبا كده، خلاص الميك اب خلص. يعني بصوا انا هحط بس مسكرة، بس ما بعرفش ان انا هحطها هنا، هحطها ايه في المرايه. طالما انا كل حاجه انا بستخدمها بجد بتعجبني ولازم ان انا اقول لكم، فعاوزه اقول لكم على المسكره ديت. المسكره دي تحفه تحفه بجد، يعني حلوه قوي ما شاء الله ما شاء الله، جميله جدا. يعني انا عندي نوع تاني ده مش قوي، مش جاي معايا خالص، ويمكن عشان بقالها فتره معايا. في الاول بس كانت حلوه، بعد كده ما بقتش حلوه. لكن ديت ما شاء الله جميله جدا جدا جدا. رموشي على فكره ضعيفه قوي، يعني انا عاوزه حاجه بجد للرموش. انا ما بحبش ان انا اركب رموش والكلام ده كله، عاوزه حاجه طبيعيه برضو تقوي كده الرموش بتاعتي. فمش عارفه بصراحه استخدم ايه. بس كده انا كده خلصت معاكم الفلوج بتاع النهارده، ويا رب الفلوج يكون عجبكم. ولو عجبكم سيبوا كومنت وفعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه واعملوا لايك. يلا اشوفكم ان شاء الله في فلوج جديد. هعمل لكم برضو ان شاء الله وصفات طبيعية برضو للبشرة، حاجات بقى من البيت وكده، وحاجات طبيعية للبشرة وللقدم للضوافر، الحاجات دي كلها حاجات طبيعية بس على ايام متفرقة، وهجمعه لكم كلها في فلوج واحد. يا رب ان شاء الله الفلوج اللي جاي يعجبكم، بس مش عارفه بصراحه انا هنزله امتى. لما اجمع لكم ان شاء الله وصفات كتير 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 كده، واحط لكم كل حاجه مع بعض، هبقى انزل لكم الفلوج، وهيكون الحاجات ديت عن طريق تجربه برضو شخصيه. يلا اشوفكم ان شاء الله في الفلوج اللي جاي على خير. يلا باي باي.